الموضوع الاخير بتاعنا اسمه الاستراتيجيات، وهنا مش عايزك تتخض لان انا مش هقول ولا قانون جديد. احنا نعرف الاستثمار في الاسهم وده عارفينه، ودلوقتي حالا خدنا الاستثمار في الخيارات. حلو كده؟ طب نسترجع مع بعض كده الخيارات. احنا بنحسب لكام واحد؟ حامل خيار الشراء، محرر ده اللي اشترى وده اللي باع خيار شراء، حامل خيار البيع، ومحرر. حلو قوي. من كل دول هنحفظ كام قانون؟ ان حامل خيار الشراء بيكسب امتى؟ سعر السهم اكبر من الممارسه. منه اشتق القانون اللي تحته والقانونين اللي على شماله. ده كده الخيارات. احنا بقى بنقول في حاجه اسمها استراتيجيات الدمج. ايه الدمج؟ يا عم انت حابب تستثمر في الاسهم وحضرتك حابه تستثمري في الخيارات. عمو ده بقى مقرف شويه، مش انت بيستثمر في الاسهم والخيارات. هو ده بقى اللي احنا جايين له النهارده. طب حضرتك دلوقتي قوانين الخيارات مش عرفتها خلاص؟ حلو. السهم بقى ملوش قوانين اصلا. يعني ايه؟ سهم 100 بعته ب 120. برافو. هو ده يا فندم. فما فيش حاجه خالص. احنا كل قصه اللي احنا هندمج الكلام مع بعض. سهم 100 اتباع ب 80 خسرت 20. مفيش قوانين. فما تتخضيش خالص من الاسم استراتيجيات وعمليا. خلاص حاجه كده؟ تمام يا برنس؟ فحضرتك دلوقتي احنا في عندنا حد الخيارات بس ده اللي فات. خلاص ده واحد بيستثمر في ورقه. عندنا قوانين ليها. الورقه دي شراء عندنا والله 1 2 3. بيع 1 2 3. دلوقتي عمو ده بيستثمر في هنا وفي هنا بس. يلا بينا. يمكن النظر لاستراتيجية الدمج بين. هنا عايزين ترجمة حرفية عشان لو جاب لك عمو تمرين زي ده تعرف تحله. الدمج بين شراء سهم ده كده أول حاجة، فهتعرف اللي أنت في تمرين استراتيجيات، واقتناء خيار بيع. يعني الراجل بيستثمر في الأسهم وفي الإيه؟ وفي الخيارات. حلو كده؟ بسعر ممارسة يقارب السعر الجاري على أنها معادلة للاستراتيجية المغطاة باقتناء خيار شراء. تعال بقى نترجم. احنا بيقول لك احنا عندنا واحد وعندنا واحد تاني. الاولاني استثمر في حاجتين: شراء سهم ومعاه خيار بيع، وواحد استثمر في خيار شراء فقط. هل بيساووا بعض ولا لا؟ ده السؤال. خلاص كده؟ ما احنا هنشوف بقى عامل ايه دلوقتي اهو. ناقش صحة العبارة، يعني هل هم بيساووا بعض ولا لا؟ قوانيننا هي الممارسة كام؟ 80. خيار البيع بكام؟ خيار الشراء بكام؟ لو ما ادانيش ده وده هيديني واحد، يمشي الاثنين زي ما احنا. فترة الصلاحية 3 شهور. الأسعار المتوقعة بتاعتي ده 80. ال 80 اهو. خلي بالك عادي جدا يكون سعر. احنا دايما يساوي عندنا فين؟ في الخسارة. طب لو احنا يا سيدي في الأسهم جبته ب 80 بعته ب 80، مكسبك كام؟ 0. خلاص؟ يلا بينا. الاستراتيجية الأولى فيها كام حاجة؟ حاجتين. اللي التانية فيها كام؟ يعني هل ده زائد ده بيساوي ده ولا لا؟ ناقش صحة الايه؟ ده نمط من التمارين سهل جدا. بيقول لك يا باشا انت راجل بتستثمر في الأسهم وكمان خيارات البيع، اجمع بقى دول وقول لي كده اكن ده تمرين وده تمرين. انت بقى اللي معاك خيار شراء زيه ولا مش زيه؟ صح؟ يعني عادي جدا في الاخر تقول لي زيه، عادي جدا تقول لي مش زيه. خلاص يا معلم؟ نبدأ بالدمج بين شراء السهم وخيار البيع. يا باشا ده حاجتين مش حاجة واحدة. ده الاستثمار في ايه؟ في الأسهم. وده خيار ايه؟ بيع. يعني ده التمرين اللي لسه حالينه حالا وده عبيط أصلا. خلاص؟ يلا يا باشا. هنا الراجل ده ما عندوش بقى مكسب وخسارة والكلام ده، على طول. أنت كان بكام؟ ب 80. بعت بكام؟ كسبان؟ 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 بص يا سهولة على طول أهو. هنا كسبان 8 كسبان، وهنا كسبان. ده راجل سهل جدا بيستثمر في الاسهم، كسب قد كده وشارب قد كده، مفيش قوانين. ما نحسبش الخساره؟ ايه يا فندم؟ ما بنحسبش الخساره؟ ما حضرتك هنا بنتكلم المكسب بتاعه فين؟ طب لو هو بقى جايبه ب 80 وخسر باعه ب 72 يبقى خسران كام؟ وهنا خسران على طول. بصي ثالثه رابعه ماشي كده؟ ده عمو بتاع الاسهم ما عندناش مشاكل فيه خالص. يلا بينا بقى. بس ركز في الحته الجايه دي. الراجل ده مع خيار ايه؟ بيع. بيكسب امتى؟ لما سعر السهم اقل من الممارسه. اصغر منه. طب لو شراء
لا اكبر. سهل جدا يا جماعه، احنا حفظنا من 3 كلمات اوعى تنساهم. تخش اللجنه تكتب كده حامل خيار الشراء بيكسب لما يكون سعر السهم اكبر من الممارسه. هتحل بيها يعني ال3 كلمات دول هتحل بيهم التمرين. انما هنا العمو بتاع الاسهم ده سهل جدا مفيش اي حاجه، مكسب خساره 80 بقى ب 82 بقى ب 76. يلا بقى بينا ناخد الارقام ننقلها. ليه؟ انا عايز اشوف التوتال بتاع محصله الراجل ده. الراجل ده استثمر في الاسهم ورقه ماليه صح؟ وكمان خيار ايه؟ بيع. يا باشا تنقل اسعارك وتنقل الارقام، يعني انا حتى مش عايز اطلع وتقعد تتعب. انت اللي انت طلعته فوق نقله. بص كده معايا، السعر 82 كسب كام؟ 2 4 6 8 10 صح كده؟ اهو يا باشا. فين؟ 82 اهو. خلي بالك 2 4 فهمت قصدي؟ وهنا خسر كام؟ ايه اللي بقى؟ 2 4 6 8 نقلناه وخدنا محصلة الارقام في خيار البيع نقلناه. يلا بقى جمع واكسب. 8 بالسالب 5 بالموجب 3 بالسالب. ما هو ده اصلا موجود عشان كده، هو ده الدمج اصلا. فهمت قصدي؟ معايا؟ مش معايا. الراجل ده معاه 2 اوبشن اهو، اسهم وخيارات. بنجمع الموقف بتاعه بقى، توتال موقفه صافي النتيجه. فهمتي؟ حلو. انا بتكلم على خيار البيع جاب الارقام. والله العظيم نقلناها. نقلنا الارقام يا فندم. عند السعر 72 5 72 5 نقلت الارقام في المصفوفه اللي فوق بالظبط. نقلنا الارقام يا فندم 5 3 1 1 5 3 1 1. حلو كده. وكل الاسعار دي بيخسر ايه؟ تكلفه الخيار بكام؟ هو ب 3 جنيه. خلاص كده. يبقى ده حضرتك تجيب التوتال بقى 6 سالب و3 موجب يديني كام؟ 3 بالسالب. بتجمع ده وده كل واحد بشرطه. 1 ناقص 4 سالب 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3 3 ناقص 0 هي سالب 3. هنا 2 بالموجب و1 و3 بالسالب و1 بالسالب. فهمت قصدي؟ 4 ناقص 3 1 6. سهل جدا يا جماعه. يعني ده ناقص ده؟ يا فندم اجمعي دول كل واحد بشرطه. خلاص كده. انا بقى رايح اقارن توتال موقفه ده مع واحد عمه تاني مع ايه؟ خيار ايه؟ بس كده. يلا بينا. يلا سمعني بقى. ده شراء بيكسب امتى؟ اكبر من الممارسه. اهو بيكسب ايه؟ ده ناقص تكلفه الخيار. طلع سالب 1 طلع 1 طلع 3 طلع 5 طلع 7 طلع 9. خلاص. وبيخسر امتى؟ لما يكون اصغر من الممارسه. مش ده الممارسه؟ مش يساوي دايما معانا في الخساره؟ تكلفه الخيار بكام؟ 3 جنيه. يبقى كل ده كام؟ 3 جنيه. خلاص؟ ماشي يا دكتور. اما ده هنا كسب، خدت كل ارقام المكسب نقلتيها اهو. سالب 1 1 3 سالب 1 1 3 5 7 9. تقارن بقى زي الشاطر في الامتحان. ركز بين الرقمين لان هو بيقول لك هل هم زي بعض ولا لا. هتقارن بين الصف ده والصف ده. بص كده. هو صح؟ تقول له العباره صح ولا غلط؟ ما طلعش هو العباره غلط. بس كده. خلاص؟ ما انا جاي. لازم اقول رجلك. خلاص كده؟ تمام يا استاذه؟ حلو. ده حضرتك رسمه انا بقول لك مالناش دعوه بيها. انت فل 100 يعني 100 فل 14. بس فوق كان عندنا سعر التعادل. ممكن تفكرني قانونه ايه؟ في الشراء سعر ممارسه زائد تكلفه الخيار الشراء، وفي البيع ناقص. حلو كده. عندنا هنا برضو سعر التعادل بس في الاستراتيجيه بنقول سعر التعادل الايه؟ الاعلى. وهنا سعر التعادل يبقى هنا حضرتك في الاعلى زائد تكلفه الايه؟ والادنى بس. خلاص ده اللي هيطلبه هنا. انا بقول لك ما براك لان هو عندي في البورصه. بص الملحوظه دي براك ما تشغليش بالك اكنها مش موجوده. ده فكره. تعالى بقى نشوف فكره كمان. انت فهمت الفكره دي؟ بيقارن نقص انهي تكلفه فين؟ ايه يا فندم؟ بقول هو نقص انهي تكلفه؟ الاولانيه شراء الثانيه بيع بس هنا في التمرين واحد. خلاص كده؟ اسمه التعادل الاعلى والايه؟ والادنى. تعالى ناخد اخر فكره. ده زيه بالظبط. مالناش دعوه بالرسومات اسمع مني. تعالى حضرتك نشوف فكره التمرين بقى. ممكن حد يقول لي فكره اللي فات كده ايه؟ واحد بيستثمر في ايه؟ في اسهم وفي خيار. وده خيار بس. وبنشوف ده مكسبه زي ده ولا لا.
موقفه زي ده ولا لا. هنا بقى واحد تاني خالص بيسأل نفسه سؤال، هو ايه الاحسن، استثمر في الاسهم ولا الخيارات؟ التمرين ده فكرته انا واحد مستثمر عندي 2 اوبشن، استثمر في الاسهم واسكت ولا استثمر في الخيارات، انهي احسن؟ ما عنديش قانون واحد جديد برضو، انا على قديمه. خلاص كده يا معلم، تعال نقرا التمرين سهل جدا. هنا حضرتك معاك مليون جنيه، بص كده معاك ايه ومعاك ايه. الاولاني عاوز تستثمر في ايه؟ وهنا شراء، فالاسهم حضرتك سالكه بالنسبه لي. هنا لازم يديني معطيات الممارسه وتكلفه ايه؟ الخيار. علما بان السعر المتوقع سواء بقى للسهم او للخيار ان ابو 50 ده هيبقى بكام؟ او يعني يا اما يقل يا ثابت يا اما يزيد. فهمت حاجه؟ سهل جدا ده. طبعا بالنسبه لي البدائل لازم يكونوا قصاد بعض كده عشان تخبط على طول. ده الشراء في ايه؟ في السهم. ده حضرتك امره سهل جدا. ليه يا معلم؟ هو هنا حضرتك عايز تستثمر في الاسهم ومعاه كام هو؟ مليون. يبقى حضرتك هنا المليون بتاعته هنقسمها على 50. المليون بتاعته حضرتك هنستثمر هنا السهم بكام؟ ب50. يبقى حضرتك هتجيب كام؟ 20,000 سهم. دي سهله؟ 20,000 سهم. هنا بقى تكلفه الخيار بكام؟ ب10 جنيه، وبالتالي حضرتك المليون على 10 هيجيب كام خيار؟ 100,000. يبقى من الاخر يا جماعه وبالبلدي الراجل ده بيسأل نفسه سؤال، هو انا اجيب 20,000 سهم ولا 100,000 خيار؟ انهي احسن؟ اولا تاني، الراجل ده بيقارن بنفسه بين ان هو يجيب 20,000 سهم او 100,000 خيار. اتفقنا كده؟ احنا رايحين بقى نحسب ده. خلاص يا معلمين؟ ده سهل جدا. ادي حضرتك خلينا في الاسهم عشان دي سهله جدا. احنا بنتكلم هنا في تكلفه شراء الاسهم مليون جنيه. تعالى حضرتك نشوف في كل مره احنا بنحكي في ايه. هو احنا عندنا كام سهم؟ 20,000. هنا السعر وصل كام؟ 48. يبقى معانا كام؟ 960,000. وانت داخل معاك كام؟ مليون. خسران كام؟ 4,000. 40,000. 960,000 اللي باقي وانت داخل بمليون. خسران هنا كام؟ 40,000. طب هنا حضرتك بقى ب50، هل كسبان او خسران؟ معاه مليون. ما لسه معاك كام؟ مليون. طب هنا في الاخير بقى ب 58، كسبان ولا خسران؟ كسبان. لما ضربت حضرتك ال 20,000 سهم في السعر 58 مليون 160، يبقى انت كسبان الكام؟ ال 160,000. عرفت المكسب وعرفت الخساره. اتفقنا؟ تمام؟ ده سهل جدا. هو اخر حاجه بقى بنحسب النسبه بتاعت المكسب. ده سهل جدا ان حضرتك خسارتك كام تقسميها على اللي انت دخلت بيه. زي ما قلت لك كان معاكي 100 بقى 120، خسارتك 20 او مكسبك 20. بتشوفي اللي اتبقى لك على اللي داخله بيه، اللي اتبقى لك على اللي داخله بيه، اللي اتبقى لك على اللي داخله بيه. تمام؟ ده كده سهل جدا. هنا بقى يا فندم تعال نشوف الراجل ده خيار شراء. خيار شراء يبقى حضرتك بيكسب امتى؟ لما يكون اكبر من الممارسه. ده خيار شراء بيكسب امتى؟ اكبر من الممارسه. الممارسه 50، يعني هيكسب عند ال 58 بس يا جماعه، مش كده؟ لما يكسب عند ال 58 هو حضرتك ما بنتكلم حضرتك في 100,000 خيار. ال 58 لما بنيجي نحسب المكسب سعر الممارسه كام؟ 54. اداهولي في المعطيات اهو. سعر الممارسه كام؟ يبقى حضرتك هيكسب هنا 58 ناقص 54 ناقص تكلفه الخيار كام؟ 10. يبقى هيكسب كام في الخيار الواحد؟ 6 جنيه. هو بقى جاب كام ألف خيار؟ 100,000. فهيكسب كام؟ 600,000 حضرتك. يبقى هنا حضرتك بنتكلم في اجمالي الخيارات بتاعته لما كسب سعر الممارسه اصغر من السعر السوقي. لحظه واحده، يوصل 58. ده كده يا فندم المكسب. يبقى هنا كسب 60% اللي هي 600,000 على المليون. دي كده مكسب. سعر السهم السوقي 58، فهنا كسب. يخسر امتى بقى؟ يساوي او اصغر. ده مكسب. ده شيل الاقواس، ده مكسب. هنا 600,000 ده مكسب. 600,000 مكسب اهو. مكسب. هو كسب 58. لحظه واحده 58 ناقص 54 طلع كام؟ 4. لما طرحنا 4 من 10 طلع خساره كام؟
6 عادي جدا. قلنا لما نحسب مكسب ولا خساره، انا ما ركزتش بس. فخساره 6 وهو جايب 100,000 خيار، يبقى حضرتك مقدار الخساره 600,000. خلاص كده؟ طب هنا بقى يخسر كام؟ مش هنا حضرتك بيخسر كل حاجه؟ فخسر بنسبه 100%، لان ده حضرتك 48 اصغر من او يساوي، برضه خسر 100%. يعني خساره خساره خساره، وهنا ايه؟ في خساره وهنا في ايه؟ مكسب. يبقى الاحسن استثمر في ايه؟ في الاسهم. هنا يا فندم خساره 40,000، وهنا خساره 40,000، هنا خسر المليون كلها. طب هنا خساره صفر، مفيش حاجه. هنا خسر المليون، هنا كسب 160,000، هنا خسر 600,000. يبقى دي البدائل في الاسعار بتاعتي. طب احنا ممكن نشرح النهايه يا فندم. ده خيارات عادي جدا، ده تمرين خيارات عادي جدا. ده يخسر وده يخسر، ده يكسب. طب اوكي، انا بتكلم على الارقام. مالها الارقام؟ كلها معطى، كلها موجوده فوق اهي. كل الارقام يا فندم موجوده فوق اهي. 48 50 58 خلاص، كلها موجوده. هنا الراجل ده شراء، فهنا هنا يكسب، هنا يخسر. فهمت كده؟ تمام؟ فهنا يا فندم خسر فلوسه كلها، خسر بنسبه 100%. انا بتكلم ان هو في 48 ما خسرش. خسر يا فندم فلوسه كلها، ما هو اصغر من 48، اصغر من الممارسه 54. ايوه اوكي ماشي. يخسر، ما هو يخسر فلوسه كلها، فلوسه كلها، تكلفه الخيار كلها. ما هو جاب 100,000 والخيار ب 10، 100,000 في 10 بالمليون، خسروا كله. وهنا خسروا كله. هنا خسر 6 جنيه، 6 في 100,000 في 600,000، فكلهم خساره. اما هنا تحقق مكسب. فلو انت قدامك البديلين تستثمر في الاسهم مش الخيارات. خلاص كده؟ كده خلصنا الجزء العملي.